السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا محشي الكرنب. راجعه من الشغل لا بيا ولا عليا، لقيت الولاد بيقولوا لي يا ماما الجو برد النهارده، ايه رايك تعملي لنا شويه محشي؟ قلت يلا، والله بهدومي وانا واقفه. طلعت الكرنب. كان عندي، كنت سلقه كرنبه كده، كانت صغيره متوسطه مش كبيره، وكنت حطاها في الفريزر، حتى ما كنتش قطعتها، سلقتها ورصيتها كده في الكيس. طلعتها تفك في الطبق، وغسلت الخضرة وقطعت الخضرة، البقدونس والشبت والكزبرة وانا واقفة، وعملت قطعت طماطم شرايح وفلفل وجزر، ده اللي هفرشه في أرضية الحلة. وحطيت حلة على النار فيها فيها معلقة سمنة وزيت، كمية زيت مناسبة، ونزلت بها في الصلصة، نزلت الصلصة فيها. انا هعمل هنا المحشي متسبك. محشي الشتاء بيبقى متسبك، يعني مش زي الصيف بيبقى ني في ني. هسبك الصلصة. هي الحلة اهي، احط فيها البصلة وانزل فيها بالطماطم بعد ما تتحمر. انا هنا بحمرها، بحمر البصلة علشان احنا في الشتاء، احنا عايزين الاكل يدينا طاقة. وعملت قرن، ضربت قرن فلفل في الكبة مع كام فص توم، ده برضو بيديله نكهة وريحة حلوة للمحشي. في الوقت ده كانت الفراخ، كنت غاسلة الفراخ وحطيتها على النار مع ورق لوري وحبهان وشوية ملح، ملح وفلفل اسود، وسبتهم على النار تستوى براحتها. هنا نزلت بالصلصة، هسيبها لما تتسبك. الموضوع ده كله اخد ساعة، يعني يا دوب وانا واقفة بلبس الشغل، سبكت الصلصة وقطعت كله بسرعة بسرعة، حاجات كده كلها في السريع. هنا ببهر الصلصة، حطيت فلفل اسود وملح وسبع بهارات. هنا خلاص، انا بقى في الوقت ده انا عملت حطيت الرز، كنت غسلته وحطيته في الصلصة على النار، اديته كام تشويحة كده، تقليب تقليب لما عصقته، علشان برضو ما ياخدش سوا في سوا على النار بعد ما الفه في الكرنب، عشان الوقت كان ضيق، وقلت بقى اديله تشويحتين تلاتة كده في الصلصة. بس طلع طعمه جميل، الطريقة دي برضو حلوة. انا بستعملها في الشتاء، يعني بسبك الصلصة وبحط الرز فيها، بديله كام تشويحة كده على النار، وبرجع وبحشي بقى. انما في الصيف بعمل الصلصة وبقلبها على الرز بره، ما بسيبوش على النار. هنا خلاص بفرش في ارضية الحلة الخضار اللي انا مقطعاه. حتى هقطع الكرنب وانا واقفة كده، امسك اتنين تلاتة اقطعهم، احشيهم وارجع اعمل غيرهم. الطريقة دي ماما الله يمسها بالخير وده الصحة بتعمل كده. ما بتقطعش الكرنب زينا كده وترصه، لا هي تسلقها وتحطها قدامها، وتحط طبق الخلطة بتاع الرز، وتقطع كام واحدة كده وتحشي، يخلصوا تقطع غيرهم. اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو يا جماعة، علشان القناة بس توصل لأكبر عدد. قناة لسه جديدة ومحتاجة دعم، فضلا يعني وليس أمر. بحشي كل ده وانا واقفة بالهدوم، بهدومي بتاعت الشغل، بلبس الشغل. كل حاجة جت كده بسرعة. خلصت حتى كان فاض شوية رز بخلطة. انا هنا عاملة كيلو رز، فاض حوالي يعني ربع الكمية ديت. بعت ابني جاب كيلو فلفل،
وبرضو عملته، احنا بنحب بنحب محشي الفلفل قوي، واحنا بنعمل محشي في الاسبوع مرتين. يعني انا بالنسبه لي المحشي ده اسهل اكل. ليه؟ لا، ما بنقعدش بقى ندور نقول هنطبخ خضار ايه جنب الفراخ، هنطبخ خضار ايه جنب اللحمه، نقوم ضاربين حله المحشي. قولوا لي انتوا بتعملوه ازاي، يعني اللي بيعمله يكتب لي في الكومنتات، يقول لي بيعمله باي طريقه. بمسك بقطع شويه زي ماما كانت بتعمل كده. اقطع والف وارجع اقطع تاني شويه تانيين، شويه ورق تانيين. كنت مستعجله وقاعده اشتغل بسرعه علشان نلحق يلحق يستوي. دي اول رصه، بعد كده خلصت الحله كلها. هروح بقى احطها على النار. هنا رشيت شويه ملح شويه ملح وشويه فلفل اسود، وحطيت عليها الشوربه. اتفقنا ان الشوربه متغطيش الصف الاخير. لما تستوي بتختبري بقى، تشيلي صباع كده تختبريه استوى ولا لا، ومحتاج شوربه ولا لا تزودي. ده الفلفل. قورت برضو، شلت القمع كده وانا واقفه برضو وغسلته وبحشي على طول. ده ما بياخدش وقت خالص. انا حطيت الحله التانية على النار، و... وده على طول عملته وحطيته جنبه على النار. اهو كده هروح برضو احط له الشوربه. هنا خلاص كان المحشي استوى. غرفنا خلاص. لسه هجيب الفلفل هنا في الناحيه التانية. بصراحه مع انهم كان المحشي ده معمول استعجاله في استعجاله، بس ما شاء الله طلع طعمه حلو. وده محشي الفلفل. لسه هجيب الفراخ. ده كان غدانا يا رب وصفاتي تعجبكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.